السلام عليكم ورحمة الله. هذه الصورة اللي يشوفوها حضراتكم لأعضاء البرلمان في إيران. انفجار صار، فجروهم وصار بيهم هذا الحال. بيوم الجلسات ما تعطلوا عن الجلسات أبدا، ما تخلوا عن الجلسات، راحوا للبرلمان لأن ناس موظفين عند الشعب والشعب انتخبهم. هذا البرلمان يستحق الاحترام، واللي يشرع بالبرلمان هذا يستحق الاحترام. خلي نجي إلى البرلمان العراقي ونجي إلى المشرعين، مشرعي القانون العراقي اللي يشرعون المواد القانونية. أولا قسم كبير موجود في البرلمان هو لا يستطيع أن يشرع مادة في بيته. ببيوتهم ما يقدرون أن يشرعون هواية، وخلي واحد الآن يحسبهم حساب وينشد هواية. فإجوا ذول يشرعون المواد القانونية على العراقيين. إيش بدأوا إيش طرحوا خطية؟ طرحوا أنه اللي عنده راتب مثل الجندي العسكري اللي في وزارة الدفاع ومثل الشرط اللي في وزارة الداخلية، هذول ما المفروض يستلمون الكمية، البطاقة التموينية اللي هي بطل زيت وشكر نص كيلو ما أدري كيلو وطحينات. ليش؟ لأن عندهم راتب. فهذا التشريع الآن هم مسوين فضل على الأمة. هذول الشرطة والجيش لو ما وجودهم ما كان أنتوا قاعدين الآن في البرلمان. لو ما صدوا عنكم السيارات المفخخة، لو ما صدوا عنكم الانتحاريين، لو ما صدوا عنكم الإرهابيين اللي احنا ننام وهم سهرانين الليل والنهار، الشرطي والجندي اللي انتم مانين عليه ببطل زيت. وبعد اجيتوا تشرعون لقطعة الأرض، عيشتوا الجندي وعيشتوا الشرطي في ذلة ما يعرف بها غير رب العالمين. ذليتوهم إلى أبعد الحدود، في حين أسرع تشريع قانون لكم. شرعتوا لنفسكم قطع أراضي، شرعتوا لنفسكم رواتب، شرعتوا لنفسكم منح، شرعتوا لنفسكم شغلات حمايات، شرعتوا لنفسكم، جبتوا أقاربكم ودخلتوهم، صدرتوا هويات، باجات يسمح لحامل الباج الدخول للمنطقة الخضراء ويتمشى على خشم أكبر واحد، واللي يوقفه يقول له أنا ما عرفتني، أنا أخو النائب فلان، أنا بن عم النائب فلان. وجبتوا أشياء الله ما يقبل فيها. لكن هم الأول والأخير الشرطي والجندي، الشرطي والجندي اللي انطانا روحه وانطانا جسد الآن جريح ومقعد في البيت. هنت وذليت على قطعة الأرض، حولتها من تشريعك من قانونك إلى المحافظات، وهم استلم المحافظ مال المحافظة الفلانية. ليش الشرطي والجندي ظلت عليه أن يستلم بطل الزيت والكيلو مال الشكر، وأنتوا الأراضي اللي سرقتوها أعضاء البرلمان والرشاوى اللي استلمتوها واللجان مالتكم اللي موجودة والله يندى لها الجبين ويخجل، وأغلب اللي موجودين مبتزين. هذا واقع وحقيقة. قبل أن أختم رسالتي، التجنيد الإلزامي، تشرع لي التجنيد الإلزامي، تريد الشرع إلي وتدخل الناس للجيش العراقي، يعني تريد تفتح ملف فساد كبير حتى تجهز لي كم ضابط يجي يتخاصر ولابس البسطال ويجي استارح وتبدأ ملف الفساد من أول لحظة تشريع هذا القانون. ووراها العدة فلوس ما يداوم، ابن التاجر ما يداوم، وأخو البرلماني ما يداوم، والعنده واسطة ما يداوم. منو اللي يداوم؟ وبالحواسم، البيت بالحواسم.
الفقر اللي ما لاقي له لقمة. استحوا على حالكم، شرعوا قانون يخدم ابناء شعبكم. انتوا كم سنة ورايحين الى جهنم وبئس المصير، ما حد يذكركم شنو لونكم وشكلكم. شرعوا قانون اللي خدمة فيه للشعب العراقي، هذا الشعب اللي عانى منكم الويلات، اللي بكتوا حلال الشعب كله. الآن ترجعون تقطعون الكمية على الشرطي والجندي لأن عنده راتب، ختامها ومسكها جير بفرقكم، وجير في تشريعاتكم، وجير في المواد القانونية اللي انتم تحددوها. أنا أدعوكم أن شرعوا القانون في بيوتكم أولا، اضبطوا بيوتكم وبعد ذلك شرعون. دمتم سالمين.